المشكلة مش في الوقت ولا في الكسل، المشكلة انك بتعمل الحاجة غلط، فالنتيجة قائمة مهام بتطول وإنجاز حقيقي أقل. بتشتغل أكتر بس بتتقدم أبطأ. وإيه السبب؟ مين فينا مصحاش الصبح وأول فكرة جت على دماغه أنا محتاج أعمل إيه النهاردة عشان أحس بالإنجاز؟ أنت عارف إن السؤال ده نفسه غلط، والإجابة عليه هي اللي بتخليك مش عارف تنجز. فكمل الفيديو عشان تعرف ازاي. مبدئيا خليني اقولك ان في اكتر من 200 مليون شخص حوالين العالم بيستخدم ادوات التسجيل بتاعه المهام اللي هي بتاعه التو دو ليست. طيب وده معناه ايه؟ معناه ان احنا بقينا نسجل كل التفاصيل اللي في حياتنا، من اقل حاجة وابسطها لاكبر حاجة محتاجين نعملها. يعني ممكن نسجل ان احنا محتاجين نروح السوبر ماركت، وتحتها ان احنا عايزين نبدأ مشروعنا الخاص. وانا مش ضد الكتابة ولا ان احنا نسجل الحاجات المهمة اللي ورانا، بس لازم ناخد بالنا ان الوقت محدود وان دماغنا مش بيحب الزحمة. فهتلاقي نفسك بتكتب كل المهام ورا بعض من غير ترتيب، من غير اولويات، فتلقائي بتروح تخلص الحاجات السهلة والاصعب بيتراكم. وده بيخليك تحس بإحساس التقصير وبالذنب، عشان يوم ورا يوم القايمة بتطول والمهام مش بتخلص. فبكل بساطة لو التاسك هياخد منك أقل من دقيقتين اعمله فورا، ما تأجلوش ولا تكتبه. ولو التاسك كبير ومحتاج وقت وفيه تفاصيل كتيرة اكتبه بكل التفاصيل. هتبدأوا امتى، مع مين، الديدلاين بتاعه، مكانه، اي حاجة ليها علاقة بالتاسك سجلها. طيب لو انا ما كتبتش كل التفاصيل دي ايه اللي هيحصل؟ هتحس بالتقصير وبالفشل، وخليني اوضح لك ليه. بس اتأكد في الاول انك تعمل لايك وسبسكرايب، ويلا نكمل مع بعض. اول حاجة لان المهام كلها قدامك هتبقى متساوية، كلها مكتوبة تحت بعض، فالمهام الاصعب او المهمة هتضيع في وسط الزحمة. تاني حاجة انت بتكتب قائمة اكبر من وقتك واكبر من قدراتك، فده هيخليك تحس ان انت مش بتنجز، ويمكن كمان تكتئب من كتر المهام اللي وراك. تالت حاجة بقى ان احنا بنكتب حاجات شوية تبان غامضة. يعني مثلا ان انا اكتب ان انا عايزة ابدأ مشروعي الخاص، ده مش بند او دي مش مهمة، ده مشروع ضخم محتاج يتفتت الجملة دي كلها لشوية مهام يومية كتيرة جدا. عشان كده لازم تحدد المهمة بدقة. رابع حاجة ان احنا بنسجل مطالب الناس اللي حوالينا، مش بنكتب اولوياتنا او المهام بتاعتنا. فاللي بيحصل ان اليوم بيضيع وانت بتخلص حاجات الناس التانية ومش بتنجز الحاجات المهمة اللي وراك. خامس حاجة ان احنا بنسيب الحاجات اللي مخلصناهاش ومعملناش عليها تشيك، دي بنسيبها وبنأجلها يوم ورا التاني ورا التالت. وكل مهمة مش بتخلص هي للأسف بتفضل في دماغنا، تفضل تقلقنا وبتحسسنا بالذنب، وده بيخلينا نحس بالتشتت ان احنا اصلا ما نعرفش نخلص الحاجات التانية. وده تأثير اسمه تأثير زيجارنيك، لو حد عايز يعمل سيرش عنه. طيب انا دلوقتي هقول لك على افضل 3 طرق انا جربتهم عشان اعمل التو دو ليست بتاعتي، عشان احس ان انا بنجز وان انا بخلص الحاجات اللي ورايا فعلا. بس تابع الفيديو عشان هقول لك تعمل ازاي قائمة النوت تو دو ليست، وهشرح لك معناها قدام. اول طريقة ان انت تحدد المهمة بالوقت، ما تكتبش المهام اليومية بشكل عام ان انت السبت وراك 1 2 3، لا، حدد كل مهمة بوقت. يعني من الساعة 11 ل 12 عندك اجتماع، من الساعة 5 ل 7 عندك تمرين، وهكذا. تاني حاجة بقى قاعدة 1 3 5، ومن معناها واضح ان احنا بنكتب بس في يومنا 9 مهام، 9 بس، مش بنكتب 20,000 مهمة ورانا في اليوم. اليوم 24 ساعة بس. احنا مقسمينها ليه 1 3 5. 1 دي مهمة كبيرة، أكبر مهمة في اليوم اللي بتاخد تقريبا نص الوقت أو يعني تلته. ال3 مهمات التانيين بتبقى حاجات متوسطة، مش كبيرة قوي ومش بسيطة. وبالتالي ال5 اللي فاضلين هم 5 مهمات بسيطة، مش هتاخد منك وقت أو مش هتاخد منك تفكير أو مجهود ذهني كبير. ونروح بقى للطريقة الثالثة، وهي اسمها طريقة أو مصفوفة ايزنهاور. ودي احنا بنبقى مقسمين الصفحة بتاعتنا ل4 خانات، بيبقوا شبه كده. هصور لك ريل على انستجرام وانا بشرح لك ازاي بنكتبه فيه بالظبط. طيب دلوقتي احنا سألنا سؤال غلط في الاول، اللي هو ايه الحاجات اللي المفروض
اعملها عشان احس بالانجاز. بس السؤال الصح ايه هي الحاجات اللي المفروض تبطل تعملها عشان تحس بالانجاز اكتر؟ يعني بدل ما تركز ان انت تضيف حاجات جديدة في قائمة المهام بتاعتك، لازم تطلع منها حاجات انت اوريدي بتعملها كل يوم وبتسحب من طاقتك، وهي دي اللي هنسميها قائمة اللا مهام او النوت تو دو ليست. فدي هتبقى قائمة فيها الحاجات اللي ممنوع تعملها. هي الحاجات هتبقى مختلفة من شخص للتاني على حسب العادات السيئة او الحاجات اللي بتضيع وقتنا، المشتتات، من شخص للتاني. بس انا هقولك اشهر 5 حاجات ممكن يكونوا مشتركين بينا كلنا. اول حاجة في القائمة بتاعت النوت تو دو ليست، ممنوع 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 تبدأ يومك بالسكرولينج على السوشيال ميديا. الموضوع ده غير ان هو بيسحب وقت طبعا، وبتخليك تبدأ بطاقة اوريدي اتسحبت في متابعة الاخبار والحاجات اللي انت اتفرجت عليها. تاني حاجة، ممنوع ان انت ترد على الميلز في اول ساعة في يومك. وانت رايح الشغل بتبقى او لسه هتبدأ الشغل في البيت، بتبقى لسه في كامل طاقتك، ما تشتتش تركيزك. فالميلز مش حاجة مهمة قوي، انت بتبقى بترد على تاسك، بترد على حد، مش حاجة مهمة قوي ان انت تبدأ في اول يوم. فابدأ اول يومك في شغلك بالتاسك الكبيرة، وبعدين بعد ما تخلصها ابدأ بقى رد على الميلز ورد على المسجز وكل الحاجات دي. تالت حاجة بقى ودي مهمة قوي، ان انت ما توافقش على كل حاجة. يعني لو حد جه طلب منك حاجة وقلت له ممكن او هشوف، بنسبة كده 90% لا ما تعملهاش. ساعتها قول لا بنسبة 100%. وخليك فاكر ان كل ممكن او هشوف هتقولها هي بتسرق طاقة من هدف تاني اهم. ممنوع تروح من تاسك لتاسك تانية وتقول على نفسك مالتي تاسكر. احنا في وقت ما كلنا كنا بنحب نقول على نفسنا كده، بس الحقيقة ان الموضوع ده بيشتت جدا. كمان هتلاقي ان اخر الابحاث بتقول ان الشخص اللي بيعمل حاجتين في نفس الوقت كفاءة الحاجة في الآخر بتقل 40%. فاتأكد انت بتعمل ايه وبلاش تبقى مالتي تاسكر. خامس حاجة، بطل تعدل في الحاجات اللي مش مهمة أصلا. يعني لو المهمة مش هتاخد 5 دقايق بلاش تعملها في نص ساعة بس. وافتكر ان كل بند مش مهم هتشيله من يومك وقائمة مهامك بتوسع لك مساحة تانية ان انت تنجز وتبدع اكتر. فدلوقتي جرب تسأل نفسك ايه الحاجات اللي بتعطلني فعلا، واكتب قائمة النوت تو دو ليست بتاعتك. اكتب لي في الكومنتس ايه اول عادة هتفكر تمسحها، وقول لي لو فكرة السؤال الغلط والسؤال الصح عجبتك، عشان نكمل في سلسلة اكتشاف الحكايات اللي محدش بياخد باله منها. وخليك متأكد ان التغيير الحقيقي مش بيجي من كتر المهام اللي انت بتضيفها، لا، انت هتلاحظ انتاجيتك بتزيد لما تطرد الحاجات والعادات السيئة اللي بتسحب من وقتك ومن طاقتك بس. فانت لما تجرب الطريقة دي هتلاقي نفسك اخف ذهنيا وبتقدر تنجز حاجات بشكل اسرع. وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتشير الفيديو ده مع اصحابك وتعرفهم ان في حاجة اسمها النوت تو دو ليست.